ازيكم؟ في الفيديو ده هقول لكم ازاي استغليت جزء من مساحة السطح وزرعتها فلفل وطماطم في نظام الدوتش باكيت. استخدمت برنامج 3D هوم عشان اعمل التصميم، وابتديت اول حاجة بشبكة الصرف اللي بتتكون من 6 حوامل بارتفاع نص متر واربع مواسير، في كل متر 4 باكيت، وشبكة الري اللي بتتكون من 3 خطوط و3 محابس، وحامل النباتات، واخر حاجة الخزان. باختصار فكرة عمل سيستم الدوتش باكيت: الخزان بيكون فيه مية الصرف ومية الري. ده بيتم ازاي؟ اول حاجة في بومب او غاطس يوزع المية بالمحلول المغذي على كل نبات عن طريق شبكة الري بالتنقيط. المية الزيادة بترجع تاني للخزان عن طريق شبكة الصرف، ونقدر ان احنا نستغل المية دي تاني في عملية الري. وابتديت انفذ التصميم. اشتريت الحبل ده من عند الموان، وابتديت اشد الحبل بين العمود والتاني عشان اعرف اشد عليه شبكة تظليل. والنت ده او السيرام كان بأبعاد 3 في 4 في 5. ابتديت اخرم في الحيطة واثبت الحبل عن طريق الفشر والمسامير عشان اثبت السيرام عن طريق ان انا اخيطه في الحبل. بس اكتشفت ان الطريقة دي مش احسن حاجة في تثبيت ولا شد السيرام، فعشان كده ابتديت ان انا اجيب حتة ابلكاش واثبت فيها مسمار، وضيقت المسافة بين الفشر والتاني، وثبت السيرام على طول في الحيطة والارضيات. ابتديت اضيق المسافة بين الفشر والتاني، بعد كده ثبته وشديت السيرام. وطبعا لازم تقابلنا شوية مشاكل، زي ان التليفون يقع وانا بصور. خيطت الجزء ده بس، وبكده اكون شديت وثبت السيرام بشكل كويس. اشتريت سوستة بالمجرة بتاعتها 4 متر، وابتديت ان انا اخيطها في السيرام على شكل باب. بعد كده فرغت بين السوستة والسيرام بالمقص، وبكده اكون خلصت الباب. بديت أنفذ نظام الصرف. اشتريت 4 مواسير 4 بوصة بطول 3 متر، قصيت ماسورة ل3 أجزاء، طول الجزء الواحد متر. اشتريت كوع حرف ال و2 T، وابتديت ألزقهم بالشكل ده. ابتديت أخرم في ماسورة الصرف على مسافة 25 سنتي، بحيث إن أنا أركب في المتر الواحد 4 باكتس، وبكده عدد النباتات في الخط الواحد هيكون 12، وفي التلاتة 36. بعد كده لزقت المواسير في مكانها وسبتها تنشف لتاني يوم. كده جبت الزاوية دي ارتفاعها كان نص متر، وابتديت ان انا اقطع 6 حتت خشب. بعد كده ثبتهم كويس في الزوايا الحديد عشان اقدر ارفع عليهم مواسير الصرف، وده كان شكلها النهائي. قبل ما ارفع مواسير الصرف ابتديت ان انا اشد حامل النباتات. استخدمت الطوب كحامل للدوتش باكيت، ولزقت اخر جزء في مواسير الصرف. جبت برميل 100 لتر، وابتديت ان انا اغري الغطا بتاعه بشكل كويس عشان اضمن ان ما يحصلش اي تسريب من الخزان. وسيبته لتاني يوم لحد ما ينشف. عملت فتحة لماسورة الصرف، وعملت فتحة في جنب الخزان على شكل مستطيل عشان اقدر ان انا احط الموتور الغاطس واضيف المحلول للمية.
واستغليت الجزء اللي انا قصيته وركبت له مفصلات عشان اقدر احمي المية والمحلول من اي تراب او اي شوايب تقع فيه. اشتريت 36 باكت وابتديت ان انا اشيل الجزء اللي سادت فتحة الصرف وركبت الحاجة اللي جاية معاه، وبكده اكون خلصت شبكة الصرف. دي كده ابتديت في شبكة الري. ابتديت اثبت الخراطيم بتاعة الري في اول باكت واخر باكت في كل خط، وجبت الكعان والمحابس وابتديت ان انا اركبها بالشكل ده، وخرمت في الخراطيم. ابتديت اركب اللقمة دي وقطعت المكرونة وركبت فيها النقطات. اشتريت البامب ده وكنت قلقان بصراحة ان يكون الضغط بتاعه ضعيف، بس بصراحة فاجئني وقام بدور بشكل كويس. وهنا وصلته بشبكة الري، وبكده اكون خلصت نظام الري. جبت حوالي 110 لتر زلط وغسلتهم كويس ونشفتهم في الشمس، وحطيت في كل داتش باكت 3 لتر زلط. واشتريت مكعبين الكوكوبيت دول، ودي عبارة عن ألياف جوز هند، وحطيت على كل مكعب حوالي 20 لتر مية. المكعب الواحد 5 كيلو بيتحول لحوالي 75 لتر تربة. معدلات التربة اللي استخدمتها 2 كوكوبيت لواحد برلايت و3 زلط. البرلايت ده عبارة عن حجر بركاني بيزود من عملية الصرف. خلطت البرلايت مع الكوكوبيت كويس وابتديت ان انا املى الداتش باكت. جربت شبكة الري واتأكدت ان الضغط مناسب والصرف اشتغل بشكل كويس ورجع المياه الزيادة. وبكده اكون خلصت السيستم وجاهز للزراعة، وزرعت فيه فلفل الوان، ومش بس كده، طماطم شيري. لو حابب تشوف الفيديوهات دي تابع صفحة بلانتا، هتنزل قريب ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لي لايك وشير وتتمنى لي من قلبك الخير. كان معاكم محمد رمضان، سلام.